وكتير قالوا ان كليوباترا خانته. ليه؟ اول لما لقت العمليه سخنت والمعركه كده كده ضايعه منه، هوب رجعت على اسكندريه. ناس انصفوها زي استاذنا القدير الاستاذ دكتور ابراهيم نصح، كليوباترا خانت انطونيوس ولا ما خانتوش، هنبقى نستفيض في ده بعد كده. لكن اللي يهمنا ان طبعا انطونيوس اول لما استشعر الفشل وانه ضايع خلص على نفسه زي ما هو معروف وانتحر. كليوباترا لما بلغها الخبر وانه اوكتافيوس على الابواب، قالت كمان اتكل على الله واجيبها من قصرها، لان كده كده هدخل روما ذليله. فطلبت من اعوان اوكتافيوس لو سمحت يديني وقت بس اخد لي لدغتين. ماسكه الافعتين وهتعمل في قورتها كده وبالمنظر ده بالظبط. طب ليه الموتة الغريبه دي؟ لدغتين في القوره، طب ايه اللي هيحصل لها؟ ما كده كده ميته. اللدغتين في القوره دي نظرا لانها امنت بالمعتقدات المصريه القديمه، ماتت وهي تؤمن بالمعتقدات المصريه، بالديانه المصريه. الديانه المصريه بتقول ان لو واحد مات الموتة دي بالمنظر ده يبقى اله في العالم الاخر. بتخلص على نفسها بسم الافعى. اوكتافيوس بيدخل مصر وبيضم مصر للرومان، وبالشكل ده بتخضع مصر لحكم الرومان فترة طويلة جدا.